يلا نعمل مع بعض النهاردة طريقة الحنة بتاعة نبار. طبعا الحنة غنية عن التعريف، هي بتستخدم علشان خاطر طبعا هي حنة علاجية. احنا بنعملها بطريقة تدينا لون كده. بنحط شوية قرنفل صغننين ومعاهم معلقة شاي معلقة قهوة، نحط عليهم مية سخنة من الكاتل مثلا، او لو انتوا غاليين مية حطوها. وبعدين بنجيب طبق بلاستيك، لان احنا لازم طبعا نعجن الحنة في حاجة بلاستيك مش حاجة معدن. حطي كمية على قد حجم الشعر، يمكن ازيد حاجة بسيطة قوي. وطبعا برضو بنقلب بحاجة بلاستيك زي ما انتوا شايفين. نحط هنا على الخليط اللي احنا هنحطه للحنة اللي حطينا فيه الشاي والقهوة سكر. وهنا بس هنصفيه عشان ما ينزلش اي تفل او اي حاجة للحنة. وطبعا هنقلبها كويس قوي وهنحط باقي المكونات. بس خليني اقول لكم، هي بتتكون من اوراق الحنة الهندي، وفيها كمان نبتة الاملة مطحونة، وفيها شيكاكي، وفيها شاي اخضر مضاد قوي جدا للاكسدة، وبتساعد على ان الشعر يطول، وكمان بتمنع تساقط الشعر. هنا انا لقيت المية قليلة شوية، قلت ازود شوية مية وهبتدي اقلب. وبعدين احط معاها علبة زبادي علشان خاطر الترطيب، سواء بقى زبادي بلدي او اي نوع زبادي. وهنرجع نقلب تاني. الحنة معروفة من زمان انها من الحاجات اللي بتعالج الشعر، وكمان دي حنة هندي مش من الحنة اللي موجودة اللي هي مضرة جدا للشعر اللي موجودة في اي حتة دي. الحنة الهندي والحنة البلدي زي ما بيقولوا كده من الحاجات اللي بتفيد الشعر جدا. طبعا احنا عصرنا نص ليمونة، وده فيتامين اي، هحط منه 5 وحدات كده علشان خاطر يرطب يزود معانا الترطيب. وطبعا ده الادمان بتاع الفترة دي زيت جوز الهند من لاف ناتشرال، ده من اوريفلام ولكنه هو هندي ميد ان انديا. وهبتدي ارجع تاني اقلب الخليط بحيث يكون متناسق مع بعضه تماما، مفهوش كتل خالص. وهسيبه يخمر شوية وابتدي احطه على الشعر من الجذور للاطراف، لان احنا طبعا لما نحب نعالج الشعر هنبدأ من الجذور. ده اللون قبل، وبعدين واحنا بنحط الحنة بصوا بقى اللون في اخر الفيديو هيدي هنت بسيط قوي، هنت لون بسيط كده كأنه دارك شوكليت.